سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد ويوم جديد، اتمنى يا رب انه يعجبكم. اهلا وسهلا بكل حبايبي، ولو انت اول مرة تشوفيني انا سوسو ودي قناتي. اتمنى ان انت تشتركي عندي وتعملي لايك لو عجبك الفيديو. يلا النهاردة فيديو يوم كده خفيف تشجيعي برضو، هننضف كده مع بعض البلكونة وهنعمل كده غدا حلو، فتابعي معايا الفيديو هيعجبك جدا جدا. اول حاجه كده دخلت البلكونه، بدات كده انفض البلكونه زي ما انتم شايفين. تمام، تنفيض كده خفيف. بدات اول حاجه كده ايه بالبلكونه، الشيش بتاعها هبدا ان انا انفضه زي ما انتم شايفين كده. تمام، وبعد كده على طول هدخل على الستاره كده ايه، هبدا ان انا انفضها. تمام، طبعا انا نفضت البلكونه ايه كلها كده، وكمان الستاره برضو من الناحيه التانية. بعد كده دخلت على الشباك، هبدأ برضه ان انا ايه انفضه. تمام، هي ايه تراب بسيط، فلازم برضه كده كل كام يوم تنفضي كده ايه البلكونة والشباك وكله عشان يبقى نضاف. خلاص كده خلصت، هبدأ على طول ان انا اكنس ايه الارض زي ما انتوا شايفين كده. مكان بس ايه التنفيض وكده. خلاص كده كنست ويه على طول، هبدأ ان انا ايه امسح كده سور البلكونة عشان يكون نضيف كده معايا. طبعا هعيد عليه كذا مرة. خلاص خلصت كده، يلا نمسح الأرض عشان نخلي البلكونة كده ايه نضيفة، عشان نطلع كده من البلكونة وهي زي الفل. طبعا انا همسحها طبعا كذا مرة كده، مش مرة واحدة. تعالى اوريك بقى ايه شكل البلكونة بعد ما نشفت كده. بصوا الأرض بقت نضيفة كده ايه وزي الفل، وكمان سور البلكونة بقى نضيف.
خلاص خلصنا البلكونة، تعالى ندخل كده على الأوضة نغير فرش الأوضة كده. شلت الملاية كده اللي على السرير وهبدأ ان انا انفض السرير كده عشان هنغير الفرش بتاعها. هبدأ كده على طول نفضها كده كويس. هشيل كده المخدة كده على جنب، وبعد كده هبدأ ان انا افرش السرير زي ما انتوا شايفين. فما تنسوش يا بنات لو الفيديو عجبكم في لايك، ولو انت اول مرة تشوف القناة تشتركي معايا عشان يوصلك كل فيديوهاتنا ان شاء الله اللي جاية، وتشيروا لي طبعا الفيديو في كل حتة، والقناة برضو عشان تكبر بيكم بإذن الله. تمام، هبدأ كده افرش كده السرير واظبطه كده. تمام خلاص كده انا هكمل بقية طبعا السرير مع نفسي، وبعد كده هبدأ ان انا احط المخدة. خلاص كده انا خلصت الأوضة، يلا بينا نكنسها كده. برضه هنديها مسحة كده برضه سريعة. يلا بينا بعد كده على طول هنمسح الأرض عشان الأوضة تبقى زي الفل معانا. طبعا همسحها كذا مرة بس عشان مطولش معاكم الفيديو، اني مسحتها كده مرة واحدة معاكم، بس انا همسحها كذا مرة. تعالى اوريكم شكل الأوضة بعد ما خلصتها كده. تمام بقت زي الفل. يلا بينا بقى نعمل غدا مع بعض. غدانا النهاردة يا سوسو، غدانا كشري. اول حاجة هعملها ان انا هسلق المكرونة والشعرية مع بعض. اول حاجة جبت كده مية تسخن كده وحطيت لها شوية زيت وملح، وعلى طول هبدأ احط فيها المكرونة والشعرية. تمام، انا قسمت الشعرية كده بالنص لان احنا ما بنحبهاش طويلة قوي. تمام، وبعد كده على طول هسيبهم ان هما يتسلقوا كده. ماشي، تعالى اوريكم. هنا بقى كانت اتسلقت المكرونة والشعرية، هنا كنت بوريها لكم كده. خلاص كده استوت. خلاص كده انا هصفيها. هنا بقى كنت صفيتها زي ما انتوا شايفين. خلاص كده خلصنا المكرونة والشعرية. تعالى نعمل مع بعض الرز. انا مش هسلق الرز، لا هنعمله مفلفل زي الرز العادي، حبة وحبة. اول حاجة كده هعملها اجيب شوية رز وابدا ان انا اشوحهم على النار، طريقة طبعا العادية. وطبعا حطيت شوية زيت وهبدأ احمر كده الرز. تمام، هنا اتحمر معايا الرز، وهضيف طبعا النص التاني كده من الرز، وهديهم تشويحة كده بسيطة، وبعد كده هضيف عليهم المية. تمام،
وبعد كده هضيف عليه نص كده مكعب مرقة، ايوه هظبط طبعا الملح بتاعه. تمام. خلاص كده هسيب بقى الرز يستوي كده مع نفسه. تعالوا نعمل مع بعض البصل. هبدأ كده ان انا اقطع البصل كده بالنص، ويقطعوا حلقات زي ما انتوا شايفين. عشان هنقليه دلوقتي مع بعض في الزيت. تمام. خلاص هقطع برضو كده اخر بصلة كده. وبعد كده على طول هحطهم في زيت سخن. هسيبهم كده يتحمروا مع نفسهم كده، وتعالي نعمل التسبيكة مع بعض. اول حاجة عندي بصل كده مقطعه مربعات، وحطيت عليه ملح فلفل اسود. بصوا هنا كنت بوريكم البصل وهو بيتحمر. خلاص هنا بدأ البصل يصفر كده معايا. تعالي نحط على طول الطماطم. طبعا احنا مسبكينها مع بعض وعاملينها مع بعض في الفيديوهات اللي فاتت. تمام. هسيبها كده وحطيت عليه شطة وسبع بهارات وملح. هنا كان الرز استوى، بصوا مفلفل وجميل ازاي. يلا بينا هوريكم شكل البصل بعد ما طلعته. بصوا تحفة، مقرمش وجميل خالص. وادي برضو الطماطم اتسبكت. خلاص كده خلصنا الكشري. ما حطيتش عدس ولا بليلة عشان يبقى خفيف واقتصادي. بصوا يا بنات طعمه كان خرافة. فكده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون عجبكم. متنسونيش في اللايك وفي الاشتراك في القناة. ومع ألف سلامة.